كابتن رضا عبد العال، رأي حضرتك في استبعاد الثلاثي إمام عاشور، حسين الشحات، طارق حامد من مباراة سيراليون؟ الفوز أول مم. يعني فوز النهارده هو اللي خلاه خد القرار هو ده. ضم أحمد فتوح قبل ما يفوز ب6، فهو رجل قوي. لا 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 لا. ما فرقش مع نادي الزمالك، اسلام ما فبالتالي تغلطش نفسك يا اسلام. غلط اسلام انت في قلت لي كابتن رضا. اسمع بس، كابتن رضا 12 مباراه فتوح لعب 3 ايوه، يعني مش في هو بس دماغه. انا بتكلم، لا انا بكلمك، ما بكلمكش على الامور الفنيه، انا بكلمك ان هو انت بتقول لي ان الفوز قوى قلبه، وانا بقول لك ان قبل الفوز ضم احمد فتوح. ماليش دعوه بقى يلعب ما يلعبش، ماليش علاقه، دي قصه حضرتك. ما تخلينيش اقول كلام لا هيقفل لك لا، البرنامج. مالهاش لا لا هي ليها مش علاقه، ليه بص اتك على الصبر واستنى. امام ماشي. عاشور لو جه الفتره اللي جايه وتالق قبل كاس الامم عادي، مصلحه لا المنتخب انه لا ينضم. لا انت هو بقى ايه المشكله ان انا اقرص ودن لاعب وبعد كده لما يتالق اضمه تاني؟ لا طبعا. ليه؟ انت ممشي ليه؟ عشان حصل مشكله في المعسكر ده. ايه المشكله؟ انت عارف ايه المشكله؟ ما ان هو كان متضايق. لا ايوه طب انا وليه بقول ممكن يكون شتم لا، يرجع تاني؟ بصرف لا استنى بس يرجع تاني. دي حاجه هو هيقررها. لا ما انا بقول لك اهو، بص هو الفتره اللي جايه هيضم امام عاشور. وماله لو تألق والمنتخب محتاجه، ايه المشكله؟ حتى لو ما تألقش هيضم امام عاشور. الزن هيبقى عليه الفتره اللي جايه دي والضغط عليه لغايه ما هيضم. هو على بس فكره انا عايز اقول لك سواء امام او حسين الشحات او طارق سيبك حامد. من الاثنين دول، سيبك من الاثنين دول. ليه حسين الشحات الراجل يعني ده ظاهر شخصيته كان قوية. فتره من الفترات بشكل مميز. ده السنه اللي فاتت انما السنه دي السنه دي ماشي. بص حتى في جماهير النادي الاهلي مختلفه على اداء حسين الشحات الفتره الاخيره. تمام. واخد بالك؟ انا بكلمك على امام عاشور اللي هو فرخه بكشك بالنسبه لجماهير الاهلي دلوقتي، لانه هو متألق الفتره اللي فاتت. واللهم صل على النبي، جاب البطولتين اللي راحوا. لا مالهاش علاقه بالبطولتين، هو مش هيجيب بطولات لوحده. لا بص يعني هو امام عاشور هو السبب ولا كولر؟ السنه اللي فاتت ما هو الاثنين يتحملوا بقى، بس يعني امام عاشور مثلا يشيل 10%، كولر يشيل 9%، 90%. امام عاشور لوحده؟ ايوه. ليه يا كابتن؟ هقول لك ليه، اسمعني بس. انت قبل امام عاشور الاهلي واخد كام بطوله؟ 5. صح. بدون امام. انت لعبت في السوبر الافريقي وخسرته، والسوبر الافريقي الثاني وخسرته، وامام عاشور بيلعب. هو امام عاشور يا كابتن رضا بيلعب لوحده؟ استنى انت يعني هو بيلعب لوحده اسمع ومحمد بس. الشناوي هو اللي اسمع بس هو جاي بكام؟ ده جاي بالدولار، ده لعيب مصري وجاي بدولارات. واخد بالك؟ يبقى يجي يعمل لي اضافه. هو اضافه لاي فرقه امام عاشور؟ لغايه دلوقتي لسه ما اضافش حاجه للنادي الاهلي. اسمع بقى اللي انا بقول لك عليه. ما انت خلي بالك كان جاي مصاب يا كابتن. يا عم ما نزل، ما بيلعب ماشي، ما 90 نزل، دقيقة. بس كان في ده بداية ماتش ما صن راح داونز اللي النادي فيه الأهلي جري كان مصاب. وهد بس هو مش هيلعب ومرمغه، لوحده. لعب 90 دقيقة، أكتر من 90 دقيقة. صح؟ بس الراجل كان خايف يغيره، لأن لو غيره كان عليه حملة. فلو غيره هيقول لك بس ده الراجل قاعد. طيب من ضمن الاسباب النهارده لاستبعاد الثلاثه رفضوا يتمرنوا بعد الماتش. طيب ما ده بناء على ايه؟ عشان ما لعبوش. طيب ينفع حد يروح منتخب مصر ويقول له انا مش هتمرن؟ ما هو ده مش صح، ما هو خد ما قرار. خد قرار يا طب كابتن. ماشي. استبعاده. ايوه ماشي، واخد بالك؟ انت جملوها زي ما انتوا عايزين، بس لا انا مش بقول لك بنجملها يا كابتن، هو مش اعلن قرار. بص كابتن انت اللي بتغلط نفسك. لا كابتن لا كابتن بعد اذنك، لا بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك. استنى بس. الكلام ده انا وانت وحضرتك والكابتن ابو الدهب نطلع نهاجم فيتوريا؟ انا ما بهاجمش فيتوريا، ده بالعكس، ده انا بقول له خليه يمشي على كده. هو انا بقول لك لا. انا بقول لك بس خليك على كده. ما تجيش بعد فتره تضم لي امام عاشور بقى ولا طارق حامد ولا حسين. لو هو محتاجهم والولاد لا اعتذروا. بص لا سيبك من اعتذر. سيبك من الاعتذار. هتذبحهم؟ مش هذبحهم، هقعدهم فتره عشان يعرفوا قيمه مصر ومنتخب مصر. حلو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا تصرفات امام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد بعد المباراه تصرفات سيئه جدا. المدرب ما نزلكش الملعب عادي، مدرب عنده قايمه فيها اكتر من 20 لعيب، مش هينزل 20 لعيب المباراه كانت سهله بالنسبه له، فما احتاجش فيها باور زياده. هو يجرب بطريقته وفي الاخر نحاسبه هيتأهل لكأس العالم ولا لا، وهيعمل ايه في كأس العالم. لكن بالنسبه لتصرفات رضا عبد العال تحديدا وهجومه على اي لاعب من النادي الاهلي، وخاصه
امام عاشور وحسين الشحات بصوره مستمره، ده اللي بنعلق عليه ونقول انت سماوي وغلاوي يا رضا عبد العال. اي حاجه من ناحيه النادي الاهلي دايما تكبرها وتأفورها. لعيب اعترض او كان متضايق، ده امر طبيعي، ده مش عكس الكلام اللي انا قلته من شويه. امر طبيعي انه يتضايق ويعترض طالما في حدود اللياقه وفي حدود المعقول. والاخبار اللي جات لنا ان اللعيب ما رفضش يتمرن، تمرن مع زمايله، بس التمرين كان بصوره مش جديه، وده اللي اعترض عليه فيتوريا، وعشان كده قرر يستبعد الثلاثي من المباراه القادمه. حق المدير الفني يستبعد اللي هو عايزه، وحقه يرجع اللي هو عايزه، مش هنحجر على رأي حد، لأن الحساب في الآخر فيتوريا بيدور على مصلحته، بدليل إنه جاب أحمد فتوح ولاعبه رغم مشكلته الكبيرة مع نادي الزمالك. استدعاه هو محمد صبحي رغم إن في إيقاف من نادي الزمالك على الاثنين لعيبة دول، وما اعترضناش وما قلناش المبادئ والأخلاق وكلام من ده، براحته طالما هو شايف دي مصلحة المنتخب، براحته، لأن الحساب زي ما قلنا هيكون في الآخر. لكن رضا عبد العال يطلع بالصورة الفجة ديت ويهاجم امام عاشور، يقول لك ما اضافش للنادي الاهلي، لا اضاف كتير، وده اللي غيظكم وقاهركم. وحسين الشحات افضل جناح في مصر هو بيرس تاو، وكل الناس اجمعت على ده. وحسين الشحات دوره كبير مع النادي الاهلي، وانت كنت بتقول ان مستوى حسين الشحات الموسم ده مش هو الموسم اللي فات، لا هو حسين الشحات. الفرق ان في دروبات عند كولر شخصيا هي اللي مأثرة على اداء الفريق. المشكله مش حسين الشحات قد المشكله في كولر، وده اللي قلناه في فيديوهات سابقه. فحسين الشحات لعيب مهم ومهم جدا. لو هتقارنه بعمر مرموش اللي بيلعب دايما واساسي في منتخب مصر، في فرق كبير بين اداء حسين الشحات وعمر مرموش. عمر مرموش من يوم ما جه المنتخب لغايه دلوقتي ما شفنالوش اضافه قويه مع المنتخب، ومع ذلك المدير الفني بيصر على انه يلعبه. عمر مرموش في الجبهه بتاعته بنحس ان احنا ناقصين حد في كل المباريات سواء سهله او صعبه، رغم انه متالق اليومين دول في الدوري الالماني، لكن اداؤه مع المنتخب هو نفس الاداء. مفيش حماس، مفيش قوه، تحس انه بيلعب على الواقف، ودي مش من سمات لعيبه المنتخب القوي. هو جايب اسمه بس عشان لعيب محترف وفي الدوري الالماني، لكن اداؤه مع المنتخب في لعيبه كتيره في الدوري المصري تأدي افضل منه في المكان ده. هو شاغل مكان على حساب اداء المنتخب وعلى اساس الاداء وعلى حساب الاداء الجماعي بتاع المنتخب. شفت الفرق لما نزل تريزيجيه عمل ايه في الجبهه الشمال؟ فرق كبير بينه وبين مرموش. ولو حسين الشحات بيلعب هيبقى فرق كبير بينه وبين مرموش. ده اللي بنأكد عليه وبنصر عليه. انت اختار زي ما انت عايز، وفي الاخر هتحاسب في الاخر منتخب مصر هو اللي هيخسر من عدم وجود لعيب زي امام عاشور بقوته وقيمته، ولعيب زي حسين الشحات. كنت اهلاوي اصيل او من عشاق منتخب بلدك، دي لك اشتراك ولنا رايك في التعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.